عليكم متتبعي قناة كوثر للاستفادة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كما كتلاحظوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه بلا كريم اللي كتصلح لعدة مناسبات. غادي نشارك معكم طريقة بسيطة اللي يمكن لينا نحضروا بها هاد لاطارت لبزاف ديال المناسبات، سواء رأس السنة او لعيد ميلاد ولا غير طارت عادية يعني ناكلوها في اي وقت. فغادي نشارك معكم طريقة جد مبسطة للمبتدئات ان شاء الله وبالجينواز كيفاش نحضروها. وما نطولش عليكم نمروا للمقادير. بالنسبه للمقادير ديال الجينواز، هي كاس ونصف ديال سكر سنيده، وعندي هنا 8 ديال الحبات ديال البيض، وعندي 2 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض المغربل، واحد الفاني. الا بغيتو ديروا نصف الكميه كيمكن لكم تنقصوا نصف الكميه. صافي غادي نوضع الفاني ديالي والسكر والبيض وغادي نبدا باش نطربهم. وهذه هي الجينواز ديالنا، يعني ضروري نخدموا السكر والبيض مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويولي اللون ديالو ابيض. كما كتلاحظوا هنا راه ولا اللون ديالو ابيض، ولكن مازال ماشي يعني شوفوا معايا مازال خفيف، خاصو يعقد. وحتى يمكن لينا نكتبوه هكا رقم 8 كما كتلاحظوا. دابا هنايا الخليط ديالي واجد وهذا البيض يعني تضاعف، وهذا هو القوام ديال البيض وهذا السكر. غير هو البيض خصو يكون بحراره درجه المطبخ، يعني ما يكونش عندكم في الثلاجه. وكناخذوا هذا الدقيق ديالنا اللي كيكون مغربل، ضروري تغربلوه 2 المرات وتبقاو هكا تدخلوه غير بشويه، يعني بواحد سباتولا تبقاو تحركوا من التحت للفوق. يعني ماشي نحركوا بشكل دائري، ما كنخلطوش، غير كنديروا حركه دائريه من التحت للفوق. وكنبقاو نضيفوا الدقيق ديالنا شويه بشويه، يعني ما تضيفوش واحد الكميه كثيره باش هذا البيض ما يهبطش لينا لتحت. داكشي اللي طلعناه، الكميه ديال الهواء اللي طلعناها من يعني ما نضيعوهاش في التحراك. شويه نبقاو ندخلوه شويه بشويه، تقريبا 2 الملاعق هكا كل مره كنلوح شويه. وانا كنخدم بهذه الطريقه من التحت للفوق بحركه دائريه حتى غادي نكمل الكميه ديالي كلها. هو القوام ديال الجينواز ديالنا. غير هو هنايا راني مسرعه الفيديو، راني خصكم تحركوا غير بشويه باش ما يهبطش لكم داك البيض. صافي كناخذوا صينيه ديال الفرن نفرشوها بورق الزبده ونخويو فيها هاد الجينواز ديالنا. هنا عندي صينيه الفرن كبيره، داكشي علاش خويتها في خطره وحده، وغادي نحاول نوزعو ونقادو على شكل مستطيل. من الاحسن الى عندكم صينيات صغار قسموهم على 2 ديال الصينيات ديال دوك الصواني اللي كيكونوا مع الفرن الكهربائي. انا هنايا بغيت نديرو خطره وحده، فغادي نسرحو على هذا الشكل، لان من بعد غادي نقطعوه. نقطعوا هاد الجينواز ديالنا. صافي هنايا غادي نقادو وغادي ندخلو للفرن اللي كيكون مسخن على درجه حراره 180 من التحت ومن الفوق. وحاولوا تردوا له البال غير يبدا يحمر نخرجوه، حقاش هو دغيا كيطيب باش ما يتحرقش لكم. صافي غادي نوضعوه في الفرن وغادي نشوفوا النتيجه من بعد ما غادي نخرجوه. كما كتلاحظوا معايا هنا ملي خرجته، شوفوا معايا ماشي ضروري انكم تخرجوه تخليوه حتى يتحمر بزاف، راه هو دغيا كيطيب غير كينشف، راه كيكون طايب. لان الا خليتوه يتحمر بزاف غادي غير يتحرق لكم. صافي وهو سخون كنحاول نحيد له هذا الورق الزبده وغادي نخليه جانبا. شوفوا معايا غادي يجي ناجح وتيجي رائع جدا. والطريقه جد سهله، يعني اي وحده الا حضراتو غادي ينجح ليها ان شاء الله من اول مره. صافي غادي نخليه جانبا وغادي نمروا باش غادي نحضروا الكريمه ديالنا. الكريمه غادي نستعمل انا هذا الكريم شونتيي، يمكن لكم تستعملوا اي كريمه سواء سائله ولا اي كريمه عندكم. صافي كناخذوا هاد الباكيه كندير معاها كاس وربع ديال الحليب، وهذا الحليب يكون بارد. شوفوا معايا راه الطريفات ديال التاش كيكونوا فيه، يعني ديروه في الفريغو. هاد الكريم مع الحليب في الفريغو حتى يبغي يبدا يتلج، يعني يكون فيه الطريفات باش هكا كطلع لنا هاد الكريمه بسهوله وبسرعه. شوفوا معايا وكتجينا يعني ناجحه وعاقده. هنايا غادي نحيد واحد شويه ديال الكريمه، يعني باش نزين بها اللون ديالها ابيض. ومن بعد غنزيد واحد 2 ملاعق كبار ديال الكاكاو. فهذه اختياريه، كتشوفوا نتوما اللون ديال الكريمه اللي بغيتو تستعملوه، سواء نزيدوا ليها يعني هكا شكلاط ولا تاخذوها من الاول تاخذوها، راه كاينين كريمات بالشكلاط. فانا هنايا نقص شويه. شوفوا معايا الجينواز ديالي رائعه وخفيفه، يعني بدون تكسار، ما كتجينا رائعه. غادي ناخذ هاد المول ديالي وغادي نحاول نقاد مستطيل باش نقسم هكا الجينواز ديالي على 2.
كنحيد هاد الجوانب وكنعبر نفس المسافة في الجهة الأخرى، يعني نفس المساحة أو نفس يعني هاد العبار ديال هاد الإطار غادي ناخدو وغادي نوضع عليه الثاني. صافي ملي كنكمل كناخد يعني الطبق التقديم ديالي وكنوضع فيه هاد المول وكنوضع فيه الطبقة الأولى وكنسقي، يعني ستيرو أي سيرو عندكم سواء الماء والحامض والسكر كتغليوهم وتخليوهم حتى يبردوا، سواء هنايا عندي انا غير الحليب مع شويه ديال السكر. هو باش سقيت لان الجينواز ضروري نسقيوها، من بعد كنوضعوا الطبقه ديال الكريمه ومن بعد كنعاودوا نديروا طبقه ديال الجينواز. غير هو هنايا راني نسيت مع الزربه، الا شاطوا لكم هكا دوك الطريفات دوك الجوانب ديال الجينواز فيمكن لكم توضعوهم في الوسط. انا هنايا نسيت يعني بالزربه درت ديريكت هاد الطبقه هذه لان هذه من كتكون عندنا هاد الجينواز مقاده كنخليوها حتى الطبقه الفوقانيه باش كتجينا ديك الطبقه مفينيه ومقاده. هنا ماشي مشكل، انا غادي نعاود درت الكريمه وغادي ندير هاد الجوانب يعني مع الاطراف باش ما نضيعوش فيهم. الى في حاله ما كان تشاط لكم اكثر فتزيدوهم حتى في الوسط باش تضيفوا واحد طبقه اخرى. صافي غنقادهم بحال هكا، المهم خصهم يجيو مقادين باش ما يخسروش لينا الشكل ديال الكيك ديالنا ديال الطبقه الاخيره. غادي نسقيهم وهنايا ما كفاتنيش داك الكريمه اللي طربت، زدت يعني كريمه اخرى ديال الشكلاط وطربتها هي باش غادي نوضع الطبقه الاخيره. فاللي بغى جوج طبقات فراهم كافيين، يعني غادي تكفيكم داك الكريمه. فانا هنايا بغيت نزيد الطبقه الثالثه داكشي علاش ما كفاتنيش. صافي زدت هنايا هاد الكريمه هادي وغادي نحاول نقاد الوجه ديالها حتى غادي نقادو هاد الاطار ديالنا باش غادي نقادو الجوانب ونحاولوا نفينيوها مزيان. نزيدو الكريمه في الجوانب ونقادو الكيك ديالنا من الجناب. صافي ملي كنقادو الوجه ديالها يعني كنحاولوا نفينيوها ونقادوها، غادي نوضعها في الثلاجه حتى تبرد وغادي نمروا غادي نحضروا الشكلاط ديالنا باش غادي نزينوه. يعني تكتبوا اي حاجه بغيتو، السميه ديال شي حد في يعني اللي بغيتو ديروا ليه عيد ميلاد او لا سعيده بالنسبه لراس السنه او لا اي حاجه بغيتو يعني تكتبوها كتكتبوها. وكنذوبوا الشكلاط بيض، غير هو خليوه هكا شويه قاصح، ما تحاولوا ما تكونش خفيف وكنديرو حتى يجمد. هنايا غندير واحد الكلاصاج اللي غادي نديرو في الوجه، شكلاط بياض مع دانيط، واحد دانيط كبير مع شويه ديال الشكلاط بياض وكندوبوه وكنديرو به واحد الكلاصاج على الوجه ديال الكيك ديالنا باش كيعطينا واحد الوجه اللي هو لامع ومقاد هكا. شوفوا معايا كنحاول نقادو غير بيديا حيت الا حركتو كيبقى يتخلط ليا داك الكريم مع الكلاصاج. وضعت 10 ديال القطع ديال الشكلاط مع واحد دانيط كبير ديال الكراميل. لكن الا بغيتو تكفيكم هكا الجوانب ويهبط لكم عليها حاولوا تدوبلو، ديروا جوج ديال الدانيط وديروا تقريبا واحد 14 قطعه ولا 16 قطعه ديال الشكلاط الابيض باش هكا تغلف لكم الكيك كامل. شوفوا معايا الشكلاط ديالي من بعد ما برد، راني هنايا حضرت واحد قليبات باش نزيد نزين بهم. صافي هكا ندهن هاد الشكلاط ديالي بالبريون يعني اختياري كيعطينا واحد اللمعه زوينه. فانا هنايا كتبت هابي بيرثداي، يعني تكتبوا اي حاجه بغيتو، السميه ديال الشخص اللي غديروا ليه عيد ميلاد ولا سنه سعيده ولا اي حاجه بغيتو. داك الكريمه اللي كتنقص يعني ما وضعتلاش الكاكاو هي اللي باش غادي نزين، غادي نوضع هكا وريدات، يعني نتوما تزين كتزينوا بالطريقه اللي بغيتو. كنوضع واحد يعني واحد السبوله هكا بهاد الكريمه ديال الشكلاط في الجناب، يعني طريقه الزين كل وحده كتزين بالطريقه اللي عجبتها. وغادي نكمل من بعد الوريضات في الجنب بالكريمه البيضاء. هنايا غادي نوضع هاد القليبات اللي كتحضرت يعني حتى هما رسمتهم فوق ورق الزبده، وضعت فيهم الشكلاط من بعد ملي مردوا. يمكن لكم ديروا اي وريدات ولا اي شكل بغيتو. غادي نزين هنا بهاد العقيق بهاد الحجيرات. فهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ان شاء الله بالصحه والراحه، والى فيديو قادم باذن الله.